جت بشمالي وما استنضفتش، جت بيميني ملايين ما رفضتش، غليت سعري عشان ما ربطش، بيتأخر وانا ما اتأخرتش، جيت تعمل فيها ويجز ما عرفتش، مش شبهي وبتقول ما لضمتش، متربسة وانا بيز وانا ارتست، انا حوت يالا مش شاب بطبش. مش ده موضوعي. الموضوع ان سنة 2026 هكون كملت 4 سنين في صناعة المحتوى، 4 سنين من اول فيديو. معلش، لحظة مؤثرة بس. بدايتي كانت بسيطة، كان بس مجرد هواية. دلوقتي بقى عندي مشروع خاص بيا اسمه ما المعنى، وعندي حسابات على كل السوشيال ميديا، وعندي بودكاست ما المعنى على المنصات الصوتية. دلوقتي وبعد 4 سنين عرفت حاجات أكتر عن نفسي، وأنا ليه مكمل كل الفترة دي، وعرفت أنا ليه اخترت صناعة المحتوى بالذات. عرفت إن دي حاجة متعلقة بشخصيتي، بحب الإبداع، التفكير والفلسفة ومواضيع اجتماعية، ودي هوية محتوايا. عديت بفترات ونسخ كتير مني كصانع محتوى. في فترات كانت حلوة من ناحية التفاعل، بس مش كويسة من ناحية الهوية. بس دلوقتي أنا بعمل محتوى يعبر عني، وأي فيديو موجود فهو يعبر عني، عن عبد الرحمن. احنا لسه محتاجين صناع محتوى يعبروا عننا صح. تقدر تعمل أي نوع من أنواع المحتوى، مش لازم تعمل كل ده لوحدك. لما كنتش تعرفني من اول فيديو، اعمل لايك وشير لحد بيعمل محتوى. لو في حاجة اتعلمتها بعد 4 سنين، فهي انك لازم تبدأ حتى لو مش جاهز، لان المعنى دايما بيبان في النص مش في البداية.